أطيب همبرجر ممكن تجربوها بطريقة سهلة وطعم رهيب. بتمنى تجربوها. خلينا نروح على المقادير. مقاديرنا هي الدجاج، صدور الدجاج والبهارات. صدور البهارات رح نحكي عنهم: نص معلقة صغيرة ملح مقوبعة، نص معلقة صغيرة كمان بودرة الثوم، معلقة بابريكا، نص معلقة زنجبيل، نص معلقة هيل، نص معلقة فلفلة حادة شوي، نص معلقة فلفل، عندي ربع معلقة بهارات خضار، وعندي ربع معلقة كركم. هدول اللي رح نحتاجهم. هلا أول شيء هلا بنروح على طريقة التحضير. وأول شيء بدنا نفرم الدجاج. هلا بننزل الدجاجات اللي عنا بمحضرة الطعام وبنفرمهم ناعم كتير. هلا بعد ما انفرموا عنا هيك بهي الطريقة الناعمة، بناخدهم هيك بهي الطريقة وبنحطهم بجاط يكون فاضي. هلا بنبلش بننزل عليها البهارات اللي عنا كلهم فوق بعضهم، ما في مشكلة رح يتخلطوا. هلا بنبلش ندعكم سوا كلها سوا. نسيت لكم انه هلا مشان تمسك بدنا نحط معلقتين بقسماط. البقسماط هو ناعم الكعك. اذا ما عندكم بقسماط بتحطوا طحين، ما في مشكلة. وهلا بنرجع بندعكم. وهلا بنبلش بناخذ شقفه بنساويها كره حسب قديش انت بدك اياها، قديش حسب انت عندك السمون. هلا بنجيب كيس بلاستيك او اي شيء عندكم اياه، يعني كيس خبز بيمشي الحال، اي شيء. المهم انا برايي انه كاس مونه او شيء هيك تكون اسمك احسن. بنجيب عنا الكره اللي ساويناها بنحطها بالنص وبنساويها هيك. بنجيب عنا صحن من الصحون وبنضغط عليها لحتى تطلع عنا متساوية. صارت عندي بهذا الشكل. أنا ما بدي إياها تكون كتير رفيعة، يعني شايفين هيك لازم يكون سمكة. هلا بنجي بنعمل الكيس هيك، بنسكره، بنسكر الكيس من الأطراف. وهلا بنساويهم كلهم هيك وبنفرزهم. هلا هيك بتحسنوا تفرزوهم، بتحطوهم بالثلاجه وايمت ما بدكم تطلعوهم بتساووهم. بس نحن هلا حنخلصهم نحطهم شوي بالثلاجه، من هون لنساوي الصوص، نساوي الشغلات اللي بدنا نساويها للهمبرجر، وبنرجع اللهم صل على النبي، وبنرجع بنطلعهم وبنقليهم. حبيباتي بدنا نساوي صوص، هذا اختياري. هذا صوص بينحط مع البرجر، يعني هذا انتم بدكم تساووا ساووا، ما بدكم لا تساووا. عندي ملفوف، جزر، مايونيز، وعندي لبن، لبن زبادي يعني، وعندي بدي ملح. يعني كتير سهلة وبتطلع طيبة مع الهمبرجر. بنبلش بنحط الجزر والملفوف فوق بعض. هلا بعد ما حطيناهم بنحط فوقهم معلقة مايونيز، معلقة لبن، شوية ملح براس المعلقة، وبنخلطهم سوا. هلا بدنا نجهز الصوص الثاني. اول شي بنحط مايونيز قد ما بدكم، بنحط عليهم فوقهم كمان كاتشب كمان قد ما بدكم. هي الكميه اللي انتم بدكم اياها، بس هي الخلطه كتير طيبه. بنحط عليهم شويه شطه، ما بنكتر، شطه حده. فيكم تضيفوا خردل اذا متواجد. بنحركهم مع بعض. وهلا صار عندنا الصوصين جاهز. هلا بنحطهم على جنب وبنبلش اللهم صل على النبي. بنبلش بنقلي بالدجاج. لا، اول شيء بدنا نقطع الخضره اللي بدنا نحطها بقلبها، بقلب يعني بقلب الهمبرجر: خس، بندوره، مخلل خيار، اللي بدكم اياه بتحطوه بقلبها. وبعدين بعدين بنقلي. هلا بدنا نبلش نجهز الساندويش. اول شيء بنحط المايونيز ندهنه. بعد ما دهناه بنحط الصلصه اللي سويناها تبع الملفوف والجزر. بعدين بنبلش بنحط بندوره، انتي حسب قديش بتحبي. مخلل خيار، عنا خسه، حطينا خسه. وهلا اخر شيء بنحط اللحمه. هلا نحن بنحط معلقه سمنه. انا قلت شوي من اللحمه، حط معلقه سمنه او زبده اللي بتحبوه، ونستناها لتسيح. بعدين بننزل فوق اللحمه. وهلا بعد ما ساحت بنجيب اللحمه وبننزلها فوقها. وانا رح احط اكثر من وحده لانه مقلايتي كثيره، انت مقلايتك صغيره فيك تحطي وحده. وهلا بنستنى عليهم يعني شغله 3-4 دقائق لحتى ياخذوا لون من تحت ويستووا. بعدين بنقلبهم على الوش الثاني. وانا قلبت وحده. هلا بنقلب الباقي. شايفين كيف لازم تاخذ لون. هلا بنجيب الجبنه اللي بدنا نحطها عليهم، شايفين. بنحط شويه مي قبل البخار ونغطيهم كرمال يذوبوا. وهلا بعد ما صارت اللحمه بنجيبها وبننزلها بنحطها على
على السمون وبنسكر. وهلا بفرجيكم. وهلا هاي النتيجة، شايفين يا عيني يا عيني، شايفين يا عيني يا عيني، هاي النتيجة النهائية. شايفين يا عيني يا عيني، رح اسمع وفرجيكم كيف رح تطلع. جاهزين تشوفوا كيف طلعت؟ ما شاء الله يا عيني، شايفين ما أحلاها؟ يعني شايفين كيف؟ بسم الله ما شاء الله. بتمنى تجربوا الوصفة، هاي كانت نتيجة الوصفة، بتمنى تجربوها. كان معكم الشيف نانا، بحبكم كتير. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك ليوصلكم كل جديد. بحبكم كتير.